والله شوف، الحادثة هذه طبعا أنا أعتبرها من أقرب الأحداث اللي حصلت، شفتها يعني في حياتي كلاعب كرة قدم. طبعا كانت منافسة الدوري الموسم ذاك بين الأهلي والهلال. كان الموسم على نهايته تقريبا فاضل مباراتين على نهاية الدوري، والأهلي متصدر وفرق بيننا وبين الهلال 3 نقاط. طبعا الفترة دي كانت نظام الدوري الفوز بنقطتين، ما كان ب3 نقاط. كان عندنا مباراة من المباراتين شبه مضمونة، يعني الفوز فيها خلاص حتى من الدوري، حتى لو خسرت المباراة اللي بعدها حتكون تم متصدر الدوري. اتفاجأنا طلع قرار من الاتحاد السعودي انه الموسم هذا ما حيكون الدوري بالنقاط، حيكون نظام المربع الذهبي. عادة المعروف في العالم او في اي مكان، اذا في قرار حيصدر مثلا مع بداية الموسم او نهاية الموسم الحالي، يقول لك والله من الموسم القادم، ابتداء من الموسم القادم حيكون الدوري ما حيكون بالنقاط وحيكون كذا وكذا ومربع ذهبي وشيء. لكن تطلعوا في وسط الدوري او على نهايه الدوري، اقل لو طلعتوا في وسط الدوري بعد نهايه انتهاء الدور الاول معقوله نوعا ما. لكن يجي قرار على قبل نهايه الدوري باسبوعين،